اخواني الكسابة، السلام عليكم وتحياتي لكم. اخواني الكسابة، في هذا الفيديو غادي نتكلموا على العلف ديال السكالين ديال الحليب بالنسبه للبقره الوالده. يعني عندك بقر والد اخي الكساب وبغيتي تزيد في انتاج الحليب بلا ما تمشي عند البيع والشرايه، تاخذ السكالين يطلع لك بتكلفه باهظه. يعني يزيد عليك واحد 140 درهم ولا 150 درهم في القنطار. عارف الوزينات راه غيحسبوا لك كلشي، ترونسبور، الماء، الضوء، خدامه، ضرائب، الربح ديالهم وزيد وزيد. هادشي كلشي من ظهرك اخي الكساب. من الاحسن خذ مكونات وخدمهم من راسك. هادشي مقرشن راه كيتخلط لك مع العلف احسن من هذاك البيب، احسن من البريسي. يعني بغيت تخلط مع تم مطحون مع لونسيلاج مع هذاك احسن من هذاك البريسي. عطيك مكونات وخدمها. اغلب المكونات غادي تكون عندك في الدار، بحال الفرينه، بحال الشعير، ممكن تكون عندك حتى الذره. هادشي كلشي غادي يكون. المهم ندخلوا في الموضوع ديالنا. يعني خلطه متكونه من 100 كيلو، فيها كل من الياف، دقائق، بروتينات ومعادن. خلطه اشنو فيها؟ 35 كيلو ديال الذره مطحونه، تكون مسحوقه شويه ماشي مقرشنه غليظه. الذره راه فيها 9% بروتينات، يعني كل 100 كيلو فيها 9% بروتين. الا ضربنا 35 في 9% غتخرج لينا 3.15% بروتين خام. يعني هاد 15 كيلو نخرجوا منها 3.15% بروتين. الناس باش هي تتعلم شويه تحسب تعرف كيفاش تحسب البروتينات. الشعير مقرشن يعني تكون مطحون شويه، غناخذ منه 15 كيلو. الشعير فيه 11% بروتين، يعني 100 كيلو كتخرج لنا 11 ديال البروتين خام. يعني الا خدنا ديك 15 كيلو وضربنا 15 في 11% غتخرج لينا 1.65% بروتين خام، يعني 1.65%. غادي ناخذ 10 كيلو ديال الفرينه. الفرينه راه طاقه سريعه وكتحسن الهضم. فيها فرينه فيها 12% بروتين. فرينه فيها 12% بروتين. الا ضربنا 10 في 12% غتخرج لينا 1.2% بروتين خام. غادي ناخذ 15 كيلو ديال النخاله ديال القمح. النخاله ديال القمح فيها 15% بروتين. الا ضربنا 15 في 15 غتخرج لينا 2.25% بروتين خام. غادي ناخذ 20 كيلو صوجه. الصوجه راه هي المركز الاساسي ديال البروتين، بروتين عالي. ناخذ 20 كيلو ديال الصوجه، ماشي الصوجه حب، بقايا ديال الصوجه بعد ما استخرجوا منها الزيت. يعني بعد ما كيستخرج منها الزيت كيعود فيها البروتين اكثر من الصوجه حب. يعني الصوجه حب راه فيها وقيلا غير شي 40، ما بين وقيلا 38 ولا 39 حتى 40 بروتين. اما البقايا ديال الصوجه فيها من 44 حتى ل 48، ونحن كنمشيو فيها ديريكت نقولوا 44، لا ما نزيدو حتى على حساب العصير. يعني كاين اللي تكون تعصرت مزيان، كاين اللي داكشي علاش حنا ما بغيناش نمشيو ليها النيشان ل 48، خلينا حنا غير 44. الا ضربنا 20 في 44 غتخرج لينا، الا ضربنا 20 في 44% غتخرج لينا 8.8% بروتين خام. غادي ناخذ 2 كيلو ديال الكربون الكالسيوم، يعني للتوازن الكالسيوم. هادو 0.00% بروتين. يعني هادشي كدوزها في الاملاح والمعادن والبروتينات والاملاح والمعادن. غناخذ كيلو ديال الملح. الملح راه ضروري ديال الدار. غادي ناخذ كيلو ديال سي ام في او بريميكس، المهم المكان هذا يكون هذا. وغناخذ كيلو ديال الخميره ديال العلف، ماشي ديال الحلوى او ديال الخبز. الخميره ديال الاملاح ديال العلف الا ما كانتش ماشي مشكل،
نتفاداوها. الا كانت انا نعطيكم الدور ديالها اشنو. هذه الخميره ديال العلف كتحسن الهضم، وكت كت كت تساعد الميكروبات اللي كيكونوا في الكرش ديال البقره باش يهضموا دوك الالياف ويردوها طاقه. هذيك الالياف كيهضموها باش يردوها طاقه باش تزيد في انتاج الحليب. وكيتجنب هاد الخميره كتساعدك البهيم ما تنفخش، ما هذيك المشاكل ديال الكرش كتحاول تجنبها. كتساعد حتى في الحموضه ديال الكرش ديال البهيم ما تطلعش. يعني مزيانه في انتاج الحليب. يعني كما قلنا كتساعد هاد الميكروبات يكونوا في الكرش باش هذيك الالياف تردهم طاقه باش كتساعد في انتاج الحليب. الا ما كانتش بلاش منها، راه كدير من نص كيلو حتى الكيلو في 100 كيلو. المهم هاد الخلطه كتخرج لينا 17.05 بروتين، يعني كتخرج لنا 17 في البروتين مزيانه، وتخرج لنا طاقه مزيانه باش تعطي انتاج الحليب مزيان. شحال كتعطي منه؟ مثلا البقره، هذيك البقره كتحلب 10 لتر في النهار، غتعطيها من 2 كيلو حتى 3 كيلو مقسوم على 2 وجبات من هاد الخلطه. يعني راه غتكون دير لونسيلاج او فصه مطحونه او فراج مطحون، هذه غير من هاد الخلطه. يعني بحال كما كتخلط العلف وكتزيد واحد الكميه ديال السكرين ديال الحليب باش ننتج، هاد الكميه زيدها من هاد الخلطه. يعني راه بحال اختي السكرين ديال الحليب ويتساعد كيتخلط لك مع العلف. يعني راه تعطي واحد مثلا كما قلنا من 3 كيلو حتى 4 كيلو بالنسبه للبقره اللي كتنتج حتى 10 لتر في النهار ديال الحليب. يعني تقسم لي هذه 3 كيلو ل 4 2 كيلو في الصباح و2 في العشيه، ولا كيلو ونص في الصباح وكيلو ونص في العشيه، زائد فصه او فراج كما قلنا مطحون. او هذا مهم لونسيلاج. البقره اللي كتنتج من 10 لتر الفوق، يعني من تقريبا تنتج حتى 15 لتر في اليوم، تعطيها من 5 كيلو حتى 6 كيلو في اليوم مقسوم على 2 وجبات، يعني على نص في الصباح ونص في العشيه. والبقره اللي كتنتج 20 لتر في اليوم تعطيها من 7 كيلو حتى 8 كيلو في اليوم، مع الماكله الاخرى. يعني كما قلنا لونسيلاج وكذا فراج فصه. والماء راه مهم، والتبن راه مزيان الالياف البقره يساعدوا في الهضم وداك الشيء. والماء راه مزيان، راه كيساعد في انتاج الحليب. ولهذا كنقول لكم تبارك الله عليكم، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء، وما تنساوش كومونتير زوين وشي لايك، وتحياتي لكم.